للمصداقية موقع خبر عاجل. خبرك في جريدة إلكترونية فنية اجتماعية اقتصادية تنقل الخبر لحظة بلحظة. رئيس التحرير زكريا فحام. خبر عاجل .com KHABAR 3AJEL. خبر عاجل. خاطف الليل جاي وجاي عقان الدارك، جاي ظهرك من بيتك قومي ضبي لثيابك. خاطف الليل جاي عقان الدارك، جاي ظهرك من بيتك قومي ضبي لثيابك. الدار إلنا الدار صوتي بقلب الدار، ما بنرجع مهما صار إلا للعالم. الدار إلنا الدار صوتي بقلب الدار، ما بنرجع مهما صار إلا للعالم. الفنان جورج شاهين نقول لك اهلا وسهلا فيك عبر موقع خبر عاجل. حبيبي وفيك متأهل فيه، أنا من أهل البيت. حبيبي جورج، أول شيء الحمد لله على السلامة. حضرتك بعدك واصل من دبي دغري مباشرة لعنا على استديوهات خبر عاجل. المفروض الواحد يجي يشوف أهله. صح. كمشت فيه على المطار حضرة الجنة. أنا بعتبر حالي من العائلة، حبيبي من الأهل. وأنا كمان بعتبر حالك من العائلة. حبيبي جورج، اللقاء الأول يعني من بين كل طلاب ستار أكاديمي حيكون خاص بجون خيك. هو أساسا يعني من لبنان، لازم نبلش من لبنان اذا صح التعبير، اذا بدنا، ما بعرف اذا يعني الناس بيفهموها غلط او شيء، لازم نبلش من لبنان ومن بلدنا جون اللي نحن كثير بنحبه وكثير حبيناه. وطبعا في كان مشتركه معه لبنانيه ايضا كمان حكوا فيها مشتركتين. صحيح. يمكن شوي نسيته لانه الفوكس اكثر على جون. اول شيء خبرنا شو رضاك، كيف رضاك على جون بشكل عام؟ الحمد لله كتر خير الله على كل شيء. بالنهاية اللي أخذ راح على ستار أكاديمي كله نجوم، هيدا حلم كل إنسان. وبس حدا فات وطلع بأول برايم، لأنه هيدا برايم يعني هيدا المسرح تبع ستار أكاديمي هو مسرح نجوم. يعني أنا بالنظري أنا كفنان يعني هيدا حلم كل فنان يوقف عليه. فبالنسبة لحيالله طالب وقف عليه خلص صار نجم، لأنه حضروا كثير عالم وحضروا جمهور كثير. بالنسبة للطلاب كلهم نجوم. وجان يعني جان زغطور ورفع لي راسي بيض لي وجهي. وبدي اقول شغله، جان من اول ما خلق بيض لي وجهي. عرفت كيف؟ وانا ثقتي شيء كثير كبيره باخلاقه بتربيته. وكتر خير الله خيرنا اهلنا، وكتر خير الله على النعمه اللي عم يعطينا اياها، هي الصوت والمنظر الحلو. وجان مثل لبنان بشكل كثير حلو، بس لبنان ما مثل، نص لبنان ما مثل جان بشكل كثير حلو. ليه؟ يعني في تقصير كان كثير في بعض الصحفيه، مع احترامي للصحافه واهل الصحافه نحن من دونهم ماشي. في صحفيه كانوا بينهم بالشورتات القصيره وبالما بعرف شو مبين، واللبسان مع مين عيط والكلب مع مين عيط. ما كان همهم انه في انسان عم يمثل لبنان ووصل للنهائيات بشكل كتير مرتب. كان بينهم بالاشياء المبتذله بدون ما يكون بينهم بالفن اللي عم يوصلوا هذا الشخص باخلاقه بترتيبه بصوته. ما عم بحكي لانه خيي، عرفت كيف علي، بس هذا الواقع. فانا بتحية من قلبي لكل الصحفيين اللي دعمونا ووقفوا حدنا، واللي ما دعمونا ووقفوا حدنا كمان. نحن نحترمكم طبعا، انتم نحن من دونكم ماشي، بس انه لفتة نظر هيك حتى مرت الجاي ما تغلط وتوقع بذات الغلط. يعني بفهم منك في عتب على بعض الصحفيين على تقصيرهم لدعم جون اللي هو ابن لبنان يعني اولا، وثانيا انه وصل للفاينل وعنده حضور حلو وصوت حلو يستحق الدعم. اكيد نحن بنقول لا للعنصريه لا للطائفيه، اكيد نحن كلهم هو معه، بس لا للوطنيه. كيف هيدي؟ يعني واحد ما بيكون عنده ولاء لوطنه لابن بلده، هي صعبه. لا للوطنيه، لا للطائفيه على راسنا وعيننا، لا للعنصريه على راسنا وعيننا، بس لا للوطنيه. ما انا بلا الوطن ما بسوى شيء. لا اذا انا ما دعمت اذا انا ما دعمتك الك، واذا انت ما دعمتني يعني راح يعني مين بده يدعمني انا؟ وبغض النظر جورج انه هو يستحق الدعم، لانه هو بالنهايه ان كان لبناني او غير لبناني صح. يستحق الدعم لانه اول شيء عنده حضور كثير حلو على المسرح، ثاني شيء صوته رائع، ثالث شيء اخلاقه يعني مثلت اذا بدك الشاب اللبناني بكل العالم العربي. الحمد لله. فمن هذا المنطلق اذا بدك بعيدا عن الوطنيه والطائفيه وهالاخبار هدول، هذا كلام بكبر القلب صراحه، كتر خير قوي.
حبيبي. كتر خير الله. جورج، كنت متوقع انه يوصل للفاينل؟ ليك جان شوي كان غريب على الموضوع لانه جان زغطور ونحن كثير بنغنجوا بالعائله، ويعني بعده طري، عرفت كيف علي؟ بس جان موهبه موسيقيه وفنيه، جان بدق على كل الالات بدون ما حدا يعلمه، جان مغناه حلو كثير، راسه حلو، يعني مغناه ناضج بشهاده الاساتذه وبشهاده ناس بالفن. انا متوقع كان ياخذ اللقب كمان، مش بس يوصل للفاينل، لانه جان بيستاهل. بس جان شوي بالاكاديميه تعرف بدها حركه، بدها ضروبه، بدها مقالب، حتى شوي فات بالجو، يعني تاخر لانه بيئه كانت انه اسم الله عليهم دول عربيه كلهم مختلط، ويرجع يشوف هيدا شو تقاليد بلده وهيدا لا يتاقلم معهم. وفي ناس تحكيها نحن باللبناني اللهجه بلهجتنا بتفهم اشياء غلط، وفي ناس بتفهم الموضوع غلط، يعني مش لهجتك اللي عم تحكيها ومش الناس اللي بيفهموك، عرفت كيف علي؟ بس انا بعتقد انه اولاد الدول الغريبه حبتنا وحضنتنا اكثر من اولاد الدول القريب ولاد بلدنا يعني. كتر خير الله. انتوا عم تحضر طبعا، تابعت رغم انه عندك اشغالك وهيك، تابعت لانه خيك بالنهايه بالبرنامج. كيف لقيت او كيف رضاك على الاساتذه اللي اول شيء يعني كانوا عم يدعموا التلاميذ، وقفوا حدهم، اعطوهم دروس وساعدوهم، ومن وجه اخر انه كانت اذا بدك اثنوا على على جون، يعني اكثر اساتذه حكوا عنه انه هو نجم على المسرح. اوقات شفناه ببرايمات حسيناه انه منه مشترك ببرنامج ستار اكاديمي، حسيناه انه هو ضيف بالهيدا، وهذا بشهاده يعني بعض الاساتذه اللي حسسونا هيك. شو بتحب تقول لهم؟ بالنهايه الاساتذه بيرفعوا الراس وبيضوا الوجه لانه كلهم مسقفين اسم الله عليهم، من حبيبنا هشام بولس، من خليل، من مدام ماري، من بيتي كوكان، بيتي توتا، الست كلوديا مارشانيون، طبعا كاتبه عظيمه وفكر بعقد، يعني هود الناس اللي كانوا حاضنينهم كانوا امن، كان باكثر ايادي امينه هو والطلاب كلهم. وهود الاساتذه اذا بدك تطلع لبرا بدك تاخذ كلمتين منهم، بدك ما بعرف شو تعمل، يعني بدك تحط براسك مبالغ كبيره ومصروف كبير حتى تقدر تاخذ اللي عم يعطوك اياهم بدون مقابل. صحيح. فبرنامج ستار اكاديمي مش لانه خي جان فيه، من الاساس هو بيعمل نجوم وبيقدم اشياء للنجوميه بسرعه، يعني نعم. تعب 5 سنين بتاخده ب4 اشهر. كلامك صحيح يعني، ولكن نحن اذا بدك ننظر لها هيك نظرة مش إيجابية أكثر. نعم. إنه اليوم هيدا الطالب بتخطى ال5 سنوات وما أكثر إذا بدك من النجومية لما وقف على مسرح ستار أكاديمي أو شارك بالبرنامج. نعم. ولكن الصعوبة إنه من بعد برنامج ستار أكاديمي إذا ما كفى مات، يعني مات فنيا وحتى شهرة. هلا مش حق على البرنامج، حق عليه هو شو بيعمل بعد البرنامج. البرنامج وصل، فهو هون بده يكفي يا بده يقصر. إذا هو لك كل إنسان عنده حلم وعنده إصرار على حلمه بيوصل. يعني بدي احكي عنها على مسيرتي الفنيه، انا انسان انتاج المادي على قدي، يعني انا كانوا اشتروا بيوت وعملوا اخبار، انا بفكر لا بدي اعمل غنيه وكليب، بدي اوصل، لانه انا مصر على شيء، عرفت كيف علي؟ يعني بتوصل لشريحه من الناس اللي بيحبوك والناس اللي بيحبوا فنك، بتوصل لهم، ويعني في اغاني لانه انا بعتبرها بتشبهني انا، فبعمل هالاغاني حتى انا اوصل انا. في اغاني فيك تعملها تاني مثلا، عرفت كيف علي؟ انه اوكي دبكي وهول الاشياء هذا عصر الطبل والزمر والما بعرف شو، يعني بتحط اذاعه بتسمع كل وقت تشيير ونايات وما بعرف، وبزيت الالحان كله كورد وبيات وروح يعني وفلتله. فمتى بدنا ننظف الامور ونرجع نعيش على السلطنه والاصاله يعني نبطل انه يلا خلص ايقاع ويلا تشيير وخلصت الغنيه، مقطعين كلمتين بتخلص غنيه. فصار هلا عصر متكلوا على انه يلعبوا تشييلات وموسيقى دبكه ونواري، هذا اللي بيمشي، وللاسف مش حق على المطرب، حق على اللي عم بيسمعوا وعلى اللي عم بيقولوا الريت تبعوله وعلى اللي عم بيحضروا. جورج، اول ما دخل خيك على ستار اكاديمي بتواصلي معك بدك تدعمه، تعمل له غنيه، تعمل له كليب، وكان عندك اندفاع كثير قوي يمكن، وبحس انه قبل ما يفوت على ستار اكاديمي كمان كنت ناوي تدعمه. اليوم السي بي سي اعلنت بالفاينل انه هي اللي حتتبنى اخر ثلاثه بقيوا للاخر. كيف حتكون ترتيباتك؟ كيف حتكون امورك؟ هلا انا المفروض احترم السي بي سي لانه هو معه بالبرنامج، بدي اشوف هي شو بدها تقرر بالناحيه لانه الانتاج اذا في شويه تاخير فرح نتفق انه نحن ننتج على حسابنا، لانه انا ما بدي اتاخر بغنيته، كيف علي؟ في كثير محبين وفي كثير فانز والله يخلي لنا اياهم، يعني بكبروا القلب صراحه، يعني في فانز ما بيناموا، صدقني في فانز بيبكوا عن جد، في فانز لما يكون جان زعلان بدقوا لي على التليفون بيبكوا ليه زعلان، صدقني يعني في فانز بتحسهم اهلك، وانا بتعاطيهم معهم الفانز لانه كنت انا جنب الاكاديميه وانا خيو، فبحسهم اهلي عن جد، بحسهم بيوعوا معي، بيخفوا معي، بيسالوني بيك كيف، امك كيف، عن جد بيسالوك كيف صحتك، انت منيح، بدقوا لك بردين بالنهار بيطمنوا عليك. يعني هود الناس لازم تحطهم على بقلبك لانه هول انت،
عرفت كيف علي؟ شو شعورك انك اليوم انه جون هو خيك كونك فنان يعني، وكيف تتلقى هيك الاتصالات الناس كنجم حضرتك؟ بصراحة لما اتلقى اتصالات ناس بتلقى اتصالات ناس كرمال جون. فانا هذا الشيء بيبسطني، لانه جون قبل ما يكون خيي يعني انا بالنسبة لي هو خيي، بس انه يعني انا بحسه ابني اكثر. حسيت هيك؟ يعني جون تربيتي بيي وكثير غالي علي كثير صراحة. الله اول طولنا بعمر بيي يعني صار عندك جمهور من خلال جون كمان. ايه مزبوط. بس انا ما اخذها بهالطريقة، يعني انا اخذها انه يعني انا من جمهور جون كمان، انا ما اخذها انا من الفنان. كتر خير الله انا فني منيح وبحترم فني وفني راقي بشهادة العالم والحمد لله، وان شاء الله يا رب هو ينجم وانا ما بدي شيء، نجم هو وانا ماشي حالي. كتر خير الله. ان شاء الله اثنيناتكم تكونوا نجوم. الله يا رب. جورج، بالاكاديميه بشكل عام بيكون في اذا بدك هيك خوف على المسرح، بيكون في رعب على المسرح، بيكون في هيبه للمسرح. جون انتقد من بعض الصحافه ومن بعض الناس عبر السوشيال ميديا انه هو جامد على المسرح اذا بدك، وما كتير بيتفاعل مع المسرح. انت كيف نظرتك لهذا الموضوع، واذا صحيح كيف بدك تشتغل على هذا الموضوع؟ اوكي. انا لما شفت جون غنى بالحفله اللي عملوها بعد الاكاديميه بعد ما خلص الفينال، لما حضرت الفيديو اللي صورته حضرتك شفت جون تاني صراحه. فقلت له يا عمي طب انه ما كنت قلد. يعني انا بفهم، لانه اول شيء عندك اساتذه كلهم اسم الله عليهم، يعني حتى واحد يوقف قدامهم تفكر انه هن عم يسمعوك عم يشوفوك، هيدي لا حتى لو انت حالة بتخوف. حتى هيدي حرب نفسيه بينك وبين حالك، حتى لو شلتها من راسك. ما هيدا استاذي، ما حدا بيعلى عن استاذه. قد ما يكون بغني حلو، قد ما يكون بضل بنظره هذا معلمني، هذا بيعطيني الاشياء، فبضل في احترام. بعدين هيبه المسرح صعبه والجمهور لازم تحترمه. يعني انه هو جان فنه يعني ما بيهزهز ولا بيفزفز ولا نواري، يعني في جان راقي يعني بغني مغنى انه طرب وكلاسيك واحساس، يعني مش معقول يقعد يهز على المسرح. اوكي انا في شوي لانه تعابير وجهه، لانه بعد ما انه عايش حاله غرام، بعد ما بيعرف كيف. بس بالبلاي روم حسيناه طلع من شخصيه جون شفناه على المسرح. الاساتذه اللي قدامك يعتبروا وحوش، اساتذه وملايين البشر عم يحضرونا يعني الكاميرا احنا يعني انا قديش بقول لك انا هلا خايف. حلو. يعني بتتوقع انه جون من بعد ما خرج من الاكاديمي حيكون اكثر حرك قبل ما هو بالنهايه صغير يعني بعده عمره 18 سنه. هلا هو بالنسبه لي انا مثل ما حكينا رح يرجع يحضر برايماته كلها وبس يشوف هو كيف بيقول لا مش معقول انه يكون هالقد جامد. عرفت كيف؟ هلا ما هو كثير اوفر جامد هو، بس انه يعني انه في خوف وفي تثبت وفي يعني في اغاني كثير صعبه وفي نجوم كثير، الاستاذ قاسم الساهر، الاستاذ وائل كفوري، مروان خوري، يعني مع حفظ الالقاب الكل، صابر الرباعي، هودي يعني هو عمالقه فن يعني انت توقف حدهم. انه 19 سنه وانت موهبتك بعد اول طريق وتوقف صحيح صعب شوي، واساتذه مثل ما خبرتك، فلازم يحضر شو برايماته وشوف هو وين كان شوي في جمود عنده، وين كان الاكسبرسيونات وجهه كثير معبره وبيصلحهم. جورج استفزني موضوع انه اذا بدك بالنهايه هيدا رايهم هن حرين فيه، يعني بعض الفانزات لبعض كانوا مشتركين كثير كان في هجوم على جون، انتقدوه انه هو جوفيس، انتقدوه انا بتذكر شو اللي كتبوه، انتقدوه انه هو بالاكاديميه بحب نفسه، كتبوا انه شو كمان يعني كتبوا كتير قصص. هذا ما عدا القدح والذم. بالضبط صح. نحن بنقول شغله بعالم الفن، اخلاق الجمهور من اخلاق المطرب، واخلاق المطرب من اخلاق الجمهور. مزبوط؟ صحيح. عندك فانز للست نجوى كرم من المليارات، قد ايه بيحاربوها العالم، قد ايه بيحكوا عنها، ولا مره فانز من فانزاتها قال كلمه برا الطريق. مزبوط؟ انه هيدي ارزه من لبنان وعندها اخلاق، الا اذا كان في دخيل على الفانزات ليخرب الدنيا. وحتى الدخيل، ما انا بدي اقول شغله، يعني الست نجوى كرم اكثر انسانه عندها فانزات واكثر فانزات رقي، مع احترامها كل فانزات الفنانين، بس ولا غلطه ولا كلمه برا. قد ايه بيهاجموها بيحبوها بيمدحوها، ولا كلمه فانزاتها برا. هذا انا فانز هذا الفنان، انا هو شو بده عم بيمثل نشر انا بحبه، بس عرفت كيف علي؟ انا هو بدافع عن حاله، ما هو اللي ملحقني فيه، ما يعرف يدافع عن حاله. يعني انا اذا انت تنفترض فانز مع احترامي لك لإلي، يعني انا مش هعرف ادافع عن حالي، حتدافع عني اكثر حضرتك؟ طب جورج شو كلمه بتوجهها للفانز اللي انا كنت عم بقول قبل من وقت ما كان البروجرام ماشي وكان الهجوم على جون، كنت عم بقول انه الله يخلينا الناس اللي بتحبنا، والله يهدي الناس الحسوده والناس اللي بكومنتاتها اللي بالتعليق تبعولها في قله ادب. عرفت كيف علي؟ يعني انا ما بفهم كيف جمهور ابن بلدك، عرفت كيف علي، بسبب ابن بلده.
يعني والمسبات صعبين يعني. ما زالك جبت سيره الناس الحسوده، سمعنا مقطع من الحسوده. حسوده؟ بعدنا عم نحكي عن الزمر وعن نسمعك حسوده. مقطع بعدك فايق بعرفه جاي الطيران وكذا. ولك سمرة اوعى تحبيني، انا عصفور طيارة، لا تقولي مروا ميت، بخاف عيونك بارودة، سمرة وانا الحصودة، شقرة وانا الرجودة. صح لسانك حبيبي. جون، حدا لفتك جورج حدا لفتك من الطلاب بالسنة الأكاديمية؟ كان في كتير اسم الله طلاب يعني 15 غير جون. سكينة بتحسها رير ستار، يعني بتحسها عندها خبرة 15 سنة عن جد. عبد الله احساسه يعقد، هذا انسان بتحس جواته في كتل احاسيس، اكيد تحية لهم كلهم. وزينب صوت قديم، يعني صوت بذكرك بالماضي. محمود اداء حلو. جان ما حاحكي عن جان، حتى ما بيحكوا عن خي، عرفت كيف؟ خلي الناس تحكي. جان بعقد وكلهم بعقدوا عن جد صدقني. ذكي، صوته كبير، بس العالي حلو كتير عنده، بس النص والقرار لازم هو يشتغل عليهم شوي، مع انه صوت كتير كبير ومساحته حلوه. عرفت كيف علي؟ وشخصيته حلوه واخلاقه حلوه. انا بحبه لذكي، بغض النظر عن فانزاته اللي يمكن هو مش عارف شو عم بيصير، بس انا ما بغلط ذكي. في ناس اللي دايرت له عمله لذكي، واللي بتعتبر انه هي ماسكه بايد ذكي. انت الناس تحبب الناس فيك، لازم توقفي حد ابن بلدك، يعني انت لازم تكوني حد ابن بلدك. يعني انت اذا حدا حكي كلمه عن بلدك، ما انت مسؤوله عن ذكي. انت بتفوتي عند الفانس تقولوا ما حدا يحكي عن جان، هذا لبنان، هذا هو ذكي واحد. نحن بنعرف انه جان وذكي كانوا اصحاب كثير، وبعضهم اصحاب حتى لو شو عم بيحكوا الفانز، وقد ما بدهم يعلقوا من بعضهم. نحن ما بنقبل هذا الشيء، نحن ولاد عيال بالنهايه، نحن عندنا اصل، ما بنطلع من اصلنا، والضفر ما بيطلع من اللحم. بالنهايه ذكي قبل لبنان وجان قبل لبنان، ونحن بنقول لا العنصريه ولا الطائفيه، بس نعمل الوطنيه شو ما كان يكون. زكي دغري ظهر من البرنامج ووقع مع الاولى. الله يوفقه زكي، صوت كبير، الله يوفقه، وان شاء الله يهتموا فيه يا رب، وان شاء الله يعرفوا يهتموا فيه يا رب. وانا بحبه من قلبي، صوت كبير برجع بقول لك، وان شاء الله يعرف ينقي اغانيه، وان شاء الله يشتغل على حاله، وان شاء الله اشوفه نجم، لانه بيستاهل. جورج، خيك غنى مع كثير من النجوم، يعني من اهم النجوم. نسينا نقول لك انه رنا صوتها حلو، احساسها حلو. عرفت كيف علي؟ ما حتى سوري قطشتك، بس انه هيدا حق لازم ينقال، سالتني لازم كفي. في عندك ماريا اصواتهم حلوه كثير وخاماتهم حلوه كثير، بس انه هذا برنامج لعبه. عرفت كيف علي؟ مين بتحس انه ظهر بوقت ما لازم يظهر فيه؟ هلا انا ما خصني بالموضوع حتى اقول لك مين، بس انا لا كمشاهد عم بحكي انه ما توقعت انه يظهر بهالوقت هيدا. بحس انه ماريا وماريتا ظهروا شوي بكير، هول بيستاهلوا كانوا ياخذوا فرص اكثر. اللي بقي يعني مع احترام الكلمه، في ناس بقيت مش احسن منه. عرفت كيف علي؟ بس انه بالنهايه هيدي لعبه وتقصير، وبتعرف انت نومينيشن وايفال عرفت كيف، ولعب نفسي وحرب نفسيه، وما بعرف. انا قلت لك كلهم نجوم، وانا بحبهم كلهم صراحه، لانه هن مهضومين كلهم اولاد عالم مرتبين. بس برجع بقول لك عبد الله احساسه، وانا بحب عبد الله صديق. عبد الله كان بالنسبه لجان جورج بالاكاديميه، انا كنت تابع وكنت شوف عبد الله شو بيعمل. وتحيه لاحلى فانز عبد الله، واحلى فانز سكينه، واحلى فانز رنا. بنحبكم قد الدنيا، وبنعتبر حالنا انه نحن وانتم فرد فانز. هلا بيزعلوا فانز ليليا كمان. ما بعرف. انا وجهت تحيه للي بحبهم، احلى عيسى، واحلى ماريا، واحلى ماريتا، واحلى عبد الله، واحلى رنا، واحلى سكينه. والباقي هو بحبهم كثير، الباقي بده يزعل، انا صريح وهيك، انا بده يزعل ما بعتبر. هيدا رايك بالنهايه لازم يحترم. انا ما بعتبر انه ننسب من التوانسه، مع تونس اكبر من هيك وارقى من هيك، مع الشريحه اللي ما بعرف اذا بتمثل تونس او هن فيك اكونتس، ننسب لانه ما صوتنا لليليا. بالنهايه انسان ما في خيانه بالموضوع، في انسان بحب. يعني محمود صوت اكبر من ليليا صراحه، وبيستاهل انه يوصل ويسميه جان اكثر من ليليا. لانه محمود عن جد محيط طرب صراحه، الفانز مسمينه محمود صوت طربي جميل جدا. عرفت كيف علي؟ يعني بيزعلوا فانز ليليا، بيرضوا على مهلهم. عرفت كيف علي؟ وهي الخبريه. جورج، جون غنى مع نجوم يعني، وكان حضوره رائع جدا، وانا بحكيك بكل صراحه يعني الحمد لله بموضوعيه. يمكن في بعض النجوم اللي غنى معهم يعني واحد او اثنين، حسينا انه جون بمحل كان اهم.
كتر خير الله، التوفيق من عند الله كله. هلا لاحظت هذا الشيء؟ هلا هن نجوم، لو مش نجوم ما وصلوا لهون. بس النجم لما في نجوم يمكن تكون تعبان يا خيي، يعني بيكون نجم مغنى عنده حفله جاي تعبان، بس خلص عنده ايمج تبعوله، شو ما عمل خلص هيدا اسمه لنفترض وائل كفوري. لو شو ما عمل لك، لو شو ما غنى لك، خلص وائل كفوري معروف. لو عندك يعني فنانين خي نجوم، لو ما نجوم ما نقوا، بس انه يعني بتاخذ من حالك انه انت بتكون انت مثلا سافر وجاي من السفر تعبان، عرفت كيف علي؟ والصوت بده ريحه بده نوم، ما يمكن ما تقدر تأدي، يمكن يكون تعبان نفسيا انت. بس انه جان الحمد لله على طول كان جاهز كتر خير الله، مع انه جان اخر 3 جماع جان كان مريض وحرارته 40 ونازلين بنات دينا ولوسته نازله، عرفت كيف علي؟ وجابوا له الحكيم على الاكاديميه 4 مرات. فكتر خير الله هيدي قوه الله اللي كانت عم توقف حده، وكل اداره الاكاديميه والامين على البرنامج. انا بعرف قديش خبرني جان قد ايه كانوا حاضنينه، قد ايه كانوا يقولوا انت قبضاي فيك يلا جو فور، حتى انت مريض يعني ارفع راسك، ارفع راس اهلك. والحمد لله جان على طول رفعنا راسنا ولا منا خزلنا. في مره بيضل يا روحي هيدي العرب المزروطيه اللي طلعت معه، هيدا بدي اوضح شغله، هي مش تنشيزه، هيدي كل انسان صوته تعبان بيخون الصوت، اوقات انت تكون عم تحكي بيطلع صوتك بيخزق، عرفت كيف علي؟ الفنان هو اللي ما بينشز، اللي عنده قرار، اللي عنده نص واللي عنده جواب. هذا هو الفن، هذا هو اساس الفن، مش العالي بس ولا الواطي بس. الصوت بده يكون متكامل، بده يكون عندك قرار ونص وجواب. مع مين كنت حابب يغني من النجوم وما هيك ما غنى؟ كنت حابب غني، كنت حابب يغني يا عصر يا الكل سحر مع صبر الرباعي، لانه جان كثير بحب هالغنية. عرفت كيف؟ بس انه كمان سعد رمضان نجم ونتشرف فيه وبشكره كمان انه دعم جان. بالفعل سعد كتب على صفحته انه دعمه سعد رمضان، ومع حفظ الألقاب اكيد نحن اصحاب واخوه وكلهم حبايبنا. جوزيف عطيه، ميشيل أزة، رحمه العراقيه بوجه لها تحيه حبيبه قلبي. انا بوجه لها تحيه. ميا دياب، ليان بظلمات، ما بدي انسى حدا. عيسى وعبد الله واللي دعوا ماريا وماريتا وسكانيا اللي دعوا جمهورنا صوت الأذان. ميرسي كثير على وقفتكم، نحن عم ننساها. انتم ولاد قصر ونحن كمان ولاد قصر، وان شاء الله ما حدا بينسى حدا. يعني ختاما هيك نحن اول شيء بدنا نقول لك انه نحن كثير سعيدين جورج فيك، وسعيدين اكثر انه جون بيكون خيك، هذا الشيء بنفتخر فيه. وبرجع بقول شغله هيك بقولها من قلبي، انه الشخص لما يوقف على المسرح بيوقف باخلاقه، وهو مثل لبنان باخلاقه وباحترامه، رغم انه تعرض لهجوم، هذا بالنهايه هجوم بسموه متدهور او هجوم مراهقين عشوائي. بالنهايه هو الناس شافت يعني شو قدم جون، شافت قد صوته حلو، شافت قد حضوره حلو، حتى بالايفال يعني لما كان يقدم كان يشتغل على حاله كثير. يعني انا هيدي الشغله كثير حبيتها. فجأة في انا صاير شاعر بألف اغاني بلحن وبيطلع حبيت كثير. انا انبسطت بنضوجه، لانه كثر خير الله نضج فكريا، مو ناضج بس نضج فكريا اكثر، وصار يتكل على حاله اكثر. يمكن لانه المواقف اللي عم يحط فيها كان لازم يتكل على حاله ويعصر حاله. وبالنسبه للقصف العشوائي انا بدي ارجع كرر انه نحن ما بنعتبر هيدا كومنت ولا بنعتبره شيء، لانه هيدا اللي بيتحارب يعني واصل، يعني مهم. صحيح. لو انه مهم وقهرهم ما كان وصل. بدي ارجع اقول لكل الناس اللي بيعتبروا انه جان قهرهم، نحن ما عندنا شيء ضدكم، ولا نحن بنحب كل العالم، نحن اهم شيء بالحياه المحبه. وبرجع بقول الفانز اللي عم بيسبوا بجان وعم بيدعوا انه هن فانز ذكي، انا بعرف اخلاق ذكي وانا بعرف تربيه اهل ذكي. وبدي اقول لفانز جان لو شو ما بنرفع راسنا فيهم اللي عندهم اخلاق ولا مره غلطوا، لو شو ما اجى من ثاني طرف، انا باكد لكم انه جان وزكي اخوه وراح نضل اخوه لو شو ما صار، وبالنهايه نحن اولاد بلد واحد. هذا لكلكم رأى خبر عاجل، شو بتحبوا تقول لموقع خبر عاجل؟ خبر عاجل صراحة أنا بحبه وبقدره، لأنه حضنني من وقت ما بلشت أنا بمسيرتي الفنية، وحضرتك زكريا أنت خي عزيز. تسلم. أنت بتعرف هذا الشيء، يعني أنت واقع من النوم وجاي على المطار، أنت عارف شفتني إنه أنا جاي وكبستني بالمطار وجبتني معك والصدفة حلوة. بشرفنا. المفروض كون غامر أمي أنا هلا عم بوج بس يعني أنا بشم ريحة أهلي فيك، أنت مثل أهلي. حبيبي شكرا لك. بدي أقول لهم يعطيكم ألف عافية، وأنتم ما بعرف شو بدي اقول لكم، يعني بدي اكد لكم انه نحن الصحافه والفنانين بلا جمهور وبلا ناس مثلكم وبلا قراء راقين مثل حضرتكم، نحن ما بنعمل شيء. جورج قبل ما نختم يعني لازم نستغل الفرصه انك موجود معنا، يعني بالنهايه عم ضلك بدبي ومسافر وحفلات وهيك. خلينا قبل ما نحكي شوي عن المستقبل شو عندك وشو عم بتحضر وهيك، نذكر شوي المشاهدين باخر كليب عملته وعن جد كان كتير حلو يعني، وبالغنية هيك بمقطع ونحكي عنه. تحية لهيثم بولس ومنير ابو عساف حبايب قلبي.
فنانين وعندهم احساس وبنحطوا على الراس صراحه وبيضوا الوجه. الحب اللي كانوا يحكوا عنه ويقولوا بطل في منه، رجعتيني صدق انه بهالدنيا موجود، مش عم صدق هالحنية اللي عم تعطيني، حاسس هالدنيا حوالي عم بتشتي ورود، من وين طلعتي لي وجيتي مثل السحر بدم مشيتي، كأنك ذاكرتي لغيتي وكتبتي مطرح ما محيتي، عمرك ببلش عندك، عمرك ببلش عندي، من وين طلعتي لي وجيتي مثل السحر بدم مشيتي، من وين طلعتي لي وجيتي مثل السحر بدم مشيتي، كأنك ذاكرتي لغيتي وكتبتي مطرح ما محيتي، عمرك ببلش عندك، عمرك ببلش عندي. الله الله سلام هالتم. ما تلغزني بعتذر منكم كلكم بس الله. انا بالسفر ويلا نوم. لا بتجنن عن جد بتجنن. خبرنا هالاغنيه اسمها مع عملت فيها، يعني طبعا اغنيه صارت مشهوره بس للفانزات الجداد اللي هلا صاروا يعرفوك اكثر، هيك خبرنا عنها اكثر. فانزات السعوديه بحبهم كثير، فانزات الخليج، فانزات المغرب، مصر، كل الدول العربيه بحبوا قد الدنيا، وبدي وجه تحيه لفانزاتنا بامريكا وبدي اقول لهم ميرسي لانه صراحه هلا كوني تليفونات بصيروا يجيبوا رقمك ما بعرف من وين. ميرسي كثير لكم عن جد، ميرسي على وفائكم وعلى وقفتكم وبحبكم قد الدنيا. هذه الغنيه يا هشام بولس استاذ الغالي هشام بولس، اللي طلعت بالصحافه انه ابنه المدلل لجان، نزلوا صوره اللي صورتنا اياها حضرة جنابك مذكرها باستوديو عند جو ماروجان، كان خيي معي عم سجل غنيه، تصورنا عملوا جان ابنه المدلل وكلوديا امه، نحن بنتشرف فيهم اهلنا وحبايبنا، بس هذا الهجوم اللي كنا عم نحكي فيه قبل عادي بيصير، والانسان بيوصل بجدارة مش بواسطته ولا ببطيخته، ونحن اكثر ناس ما عنا واسطه صدقني. الغنيه مسكر على الحب عنوانها، كلمات الشاعر حبيب قلبنا المبدع منير ابو عساف، والحان الحساس هشام بولس. وجه له تحيه. عندي نقطه ضعف عليهم اثنيناتهم ناجحين والله يوفقهم ويطول بعمرهم تدلوا قد بفن حلو يا رب. خبرنا شو عندك شيء جديد؟ عندي شيء جديد. شو بك يا زكريا بدك تعرف كل شيء؟ انا ببخل لازم يعني انا ببخل عليكم على طول بخبر كل شيء لانه الناس تنبسط انه انت عندك شيء جديد. عندي غنيه كلماتي والحان سعيد الصباغ. انا ما بعرف لا موقف كل شيء كرمال جان، بدي شو بده يصير، بس ان شاء الله يا رب قريبا بوعد كل الناس بتحبنا انه ان شاء الله يا رب قريبا. ما بعرف كلمات طلعت معي هيك خاطر حلوه وحلوه الغنيه. انت كتبتها؟ ايه انا كتبت. والله شاعر صاير. مش شاعر خيي، نهفه هيك، ما بدي اتعدى على حدا دخيل اجري. سمعنا شيء منها. حصريا لخبر عاجل. ما بعرف شي عنن انا، ما بعرف شي ولا سامع شي منن انا، ولا سامع شي، بعرف اني اشتقت لهون، بعرف اني بحن لهون، مدموعي رخصت لهن دعان البكي. الله، لمين هيدي الغنية موجهة؟ هيدي موجهة عم تقول اشتقت لهم، يعني ما بعتقد حبيبة وحدة أكثر من وحدة يمكن. هيدي الغربة هيك بتعمل. اوكي. لما بتكون قاعد بمحل جديد ومش قادر تتواصل مع الناس اللي بتحبهم، بيطلع معك انه اشتقت لهم وبدي احكيهم. حلو الكلام. الحمد لله. جورج، يعني نحن عن جد كثير سعيدين انه التقينا فيك اليوم، سعيدين بهذا اللقاء الحلو. حابين كان يكون اطول، ولكن انا صراحه بعمل معك لقاء وهيك اذا بدك ملهوف اكثر منك لروح شوف اهلك وتشوف اهلك انت. بدي اشوف جان هيك زمان بدي اقطع. اماني وصل لي سلام تحيه كثير كبيره لاهلك اللي نحن بنفتخر بتربيتهم بجان، وفيك طبعا اكيد. الله يطول لي بعمرهم، ميرسي الله يطول بعمركم، ميرسي على تربيتكم
والحمد لله على كل شيء، والله يكون معنا، والله يحمي كل العالم وكل اهل العالم يا رب، يحمينا اهله. حبيبي نحن على التواصل دائما طبعا، وتحيه من خبر عاجل لجون طبعا اكيد، جون شهيد حبيبي، ولكل جمهوره طبعا اللي تواصلوا معنا ودائما كانوا عم يطالبونا بصور له ودائما بلقاءات له، وبوعدهم وانت بتوعدهم انه حيكون في لقاء خاص عبر خبر عاجل. حبيبا والله. ثانك يو. بدي اوجه تحيه لكل الناس اللي عم تشوفنا، او بدي اوجه تحيه لكل فانزات عبد الله اي لوف يو، رنا اي لوف يو، سكينه اي لوف يو، وماريتا وماريا وعيسى اي لوف يو سو ماتش، وميرسي لكل فانزاتكم اللي وقفوا حد جون، وفانزاتكم وفانزات جون فرد فانزات، وانتم جون اهل، وان شاء الله يا رب نجتمع كلنا سوا ونشوف بعض اذا شفتهم هلا بالسر توصل لهم سلام. بشكر كل الناس اللي عم تشوفنا مره ثانيه، وان شاء الله ما نكون تقلنا عليكم، وهابي نيو يير. تحيه لشعب دبي اللي حضننا وبحبنا، ولشعب لبنان الكريم والغالي على قلبي، بلدي حبيب قلبي. ثانك يو. نحن كمان تحيه منصه خبر عاجل لك جورج ولجون طبعا. ثانك يو. باي باي. حابب شي مرة انحتك تمثال، قصرك حجر مثل اللي بده يميل، خايف بالحجر يوعى الجمال، تجرح خدودك رفة الإزميل. حابب شي مرة انحتك تمثال، قصرك حجر مثل اللي بده يميل، خايف بالحجر يوعى الجمال، تجرح خدودك رفة الإزميل. لا 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 تكوني حجر، لا 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 خيال وصور، كوني غضب كوني عتب، كوني سبب عمري الطويل. وإن جيت مرة ارسمك شي خيال، وخيال بده نور حتى يميل، وقنديل عمري دموع زيته قلال، يمكن عغفلة ينطف القنديل. وإن جيت مرة ارسمك شي خيال، وخيال بده نور حتى يميل، وقنديل عمري دموع زيته قلال، يمكن عغفلة ينطف القنديل. لا 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 تكوني حجر، لا 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 خيال وصور، كوني غضب كوني عتب، كوني سبب عمري الطويل. لا 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 تكوني حجر، لا 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 خيال